بسم الله الرحمن الرحيم. كيفكم اليوم؟ إن شاء الله طيبين. جوني ضيوف أتراك، وحاولت إني أعمل شيء غريب شوي يعني يعجبهم، بس يعني مو متعودين عليه. عملت كيكة التمر بالهيل والقرفة، وعملت القلبة هي نوع من أنواع كريم كراميل خليجي، بس بالهيل والزعفران، وما في سكر محروق، ما في كراميل، بس كريمة، وكانوا يطبخونها على حمام مائي فوق النار. الحين صارت بالفرن. يعني حبيت أعمل شيء شوي مختلف، مرة بصراحة عجبهم، مع أنه يعني جاراتي ذوقهم شوي صعب، يعني التركيات ما يحبوا الأشياء الغريبة مرة، أو بهارات شوية طعمها قوي أو شيء، بس مرة بصراحة عجبهم الكيك والكريم كراميل. الكيك عملته بالقوالب الصغيرة، مربعة ومستطيلة، يعني يعطي مظهر مرتب، أرتب مما لما نعمله بقالب ونقطعه، يعني حلو للضيافة أكيد، يعني لأنه صغير حجمه مرتب. الكريم كراميل بصراحة أو القلبة مرة لذيذة، يعني ما ينشبع منها، بس فيها تكنيكات يعني انتبهوا لها عشان تطلع تمام. لو زادت مدة الطبخ تصير قاسية، يعني انتبهوا، يبغالها تكون مضبوطة عشان تطلع مرة لينة ولذيذة. وهذا شكل الكيك، شايفين لما عملناه بالقوالب الصغيرة مرة شكله أنيق للضيافة، الحفلات، الزواجات، لقمتين وخلاص. طبعا ما شاء الله احنا ما كلنا لقمتين كلنا كله، وعمله سهل كله بالخلاط، يعني ما يبغاله شيء. هنا بالقوالب المربعة حطيت كاجو، أكيد اللي يبغى يحط لوز أو بندق، أو عادة القلبة ما يزينونها، أنا حطيت لها بس كريمة مخفوقة، رشيتها بشوي زعفران، يعني شوية نزينها تجميل، كل شيء الحين يزينونه فزينتها. ولا عادة هي يعني طعمها اللذيذ يكفي، ما يحتاج لها زينة أبدا. الهيل والزعفران لما نحطه هو حيروح فوق، يعني هو يطفو إن شاء الله الكلمة صح، يعني يروح فوق على السطح، يعني يصير شايفين كيف ما شاء الله ذوب في الفم، خفيفة ولذيذة وطعمها مرة حلو. طبعا أنا أحط فانيلا معاها، يعني أي طبخة فيها بيض لازم فانيلا. الطريقة القديمة بس هيل وزعفران، بس أنا لازم شوية دخل الفانيلا. هذا هو الكيك، يجنن بصراحة، ما ينشبع منه، ولا الكريمة، اثنينهم. الحين الكريمة 6 بيضات، علبة حليب مركز محلل كبيرة، حليب بودرة، حليب سايل، هيل وزعفران وفانيلا. بس هذه الصحون اللي استخدمتهم، مو مرة صغيرة ترى، شوي كبيرة. ما حطيت سكر، بدال السكر حطيت علبة حليب محلى. 6 بيضات نحطهم في وعاء، نخفقهم بالمضرب اليدوي أفضل، لأنه لو بالكهرب بيصير فيها فقاقيع كثيرة، احنا ما نبغى. نخلطها تمام بالمضرب اليدوي. بعدين طبعا نحط الفانيلا، نتأكد انهم اختلطوا تمام البياض مع الصفار. نحط الهيل، نحط الزعفران، ممكن الزعفران تقعونه بشوي ماء ورد، ملعقة وتحطونه، وانا حطيته على طول هالمرة. وهيل ناعم، وهذا الحليب المركز المحلى علبة، وكوب حليب بودرة، يعطي دسامة، لأنه الحين الحليب الجاهز بصراحة مو دسم كثير، يعني يزيد دسامة الحليب. بعدين نحط 4 أكواب حليب سايل، نخلطهم تمام وخلاص، كله يعني في وعاء واحد وبمضرب الإيد وانتهينا. الحين حرارة النار وسط، لكن مدة الطهي حسب الحجم. إذا قالب هذا الحليب البودرة، إذا قالب كبير تقعد ساعة في الفرن، إذا قالب واحد. إذا صحون اللي أنا حطيتهم 40 دقيقة، لو صحون العادية الصغيرة 30 دقيقة. أنتوا لازم تشوفون. نصبها نوزعها في القوالب. شايفين أنا اللي عندي هذه شوية كبيرة ترى، مو صغيرة، يعني الصحن يشيل حوالي 1.25 كوب أو 1.3 كوب. نوزعهم ونحطهم في صينية، عشان الصينية نحط فيها موية،
بعدين مهم ان احنا نغطي الوجه. زمان يعملونه بالمطبقية، الغطا الألمنيوم، القدر ألمنيوم الشعبي اللي يحطون فيه اللي له غطا، بس أنا غطيتها بالورق الألمنيوم فويل. آخر 5 دقايق نفتح الألمنيوم فويل في الفرن، نخلي الوجه شوي يحمر، نحطهم في الصينية ونصب الموية. وقلت لكم فرن 180، يعني أنا هذا أخذ مني 40 دقيقة 45 دقيقة. نكشف ونشوف. لازم الوسط يكون متحرك، لما تطلعونه يهز شوي معناه تمام. تبردونه كم ساعة يجمد على الآخر ويصير تمام، مو من الأول يكون جامد مرة، ترى يصير قاسي بعدين. الحين خلصنا من الكريم، من العلبة، ما نقدر نقول كريم كراميل، هذا علبة ما لها علاقة بالكريم كراميل. الحين الكيك، كيك التمر، كوب كامل تمر لين منزوع النوى، سمسم، هيل وقرفة، سكر، زيت، زبدة، بيض طبعا وطحين، وبيكنج صودا وفانيلا، ما فيها بيكنج باودر. كله حنحطه في الخلاط الحين نشوف مع بعض. كريمة هنا أول شيء نحضر القوالب، ندهنها بسمنة جامدة أو زبدة لينة، مو بالزيت، لأنه الزيت يسيح تحت، ما يلصق السمسم على الجوانب لو حطينا زيت. ندهنه كذا تمام بالسمنة. بعدين نحط كاجو أو بندق أو جوز أو ولا شيء، السمسم يكفي. نرش الجوانب ونرشه بالسمسم. هذا تحضير القوالب، هذه قوالب مربعة وهذه مستطيلة، نفس الفكرة. ندهنها بالسمنة ونحط الكاجو ونحط السمسم، نرشها بغزارة بالسمسم. نحضر القوالب قبل ما نبتدي بالكيك. شايفين كذا؟ ونرش سمسم تمام على الجوانب وعلى قاع القالب. الحين بالخلاط نحط التمر، نحط الزبدة اللينة. هنا حطيت كريمة، المفروض حليب الشاي اللي زي كارنيشن ولا أبو علم ولا أبو قوس، ما عندي، حطيت علبة كريمة 200 جرام. نحط علبة كريمة أو قشطة أو قيمر وزبدة وزيت والسكر والبيض والهيل والزعفران والفانيلا والبيكنج صودا، يعني كل المقادير نحطها ما عدا الطحين. هذا القرفة وهذا الهيل الناعم وهذا الفانيلا والبيكنج صودا، الكربونات الصودا، ما فيها بيكنج باودر. نخلطهم تمام تمام، حيذوب التمر، ما يحتاج التمر من أول ننقعه بموية ولا شيء، حيذوب معاهم كلهم مع الزيت والزبدة والكريمة. خلاص الطحين نكون حاطينه في وعاء. شايفين؟ كل ما خلطنا كل ما ذاب التمر. نصبه فوق الطحين ونقلبه بالمضرب السلك لما يختلط تمام تمام. بعدين نحطه في كيس نايلو ونوزعه في القوالب. كله حنشوفه الحين مع بعض. شايفين؟ نخلط تمام لما يختلط الطحين، مو أكثر، نزيد خفق. لما خلاص كله يختفي خلاص نحطه بالكيس. طبعا أسهل لما نعبي القوالب. لما نخلص نبلل ملعقة بموية ونساوي السطح شوي خفيف. وحتى لو ما سويناه هو لحاله في الفرن حيتساوى، بس أنا حبيت يعني حرص من عندي. الحين حتشوفون الخطوة، لأنه قوامها مو مرة سهل. زي كذا نبللها شوية ظهر الملعقة ونحاول نضغط نساوي السطح. الفرن وسط حوالي 20 دقيقة لأنهم صغار بسرعة يستوون. نطلعهم نقلبهم. لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب. كل يوم تعالوا، كل يوم إن شاء الله في طبخات حلوة. شايفين؟ ما في أسهل منه هالكيك. ممكن تعملونه في قالب كبير. الله معاكم.